فيلمنا النهارده بيبدأ في مملكة المحيط، واللي بيكون مكان البشر ما يعرفوش أي حاجة عنها أو الكائنات العمدة اللي عايشة فيها، واللي بيكون منهم كائن الكراكن العملاق اللي ارتبط مع البشر بالقصص الخيالية والمرعبة اللي كلها تدمير، لكن الحقيقة بتبقى غير كده تماما. وبعد كده بنشوف بنت مراهقة اسمها روبي، واللي بتكون هي كمان من الكراكن، لكن بيكون شكلها مختلف لأنها عايشة مع عائلتها على البر ومش بينزلوا المحيط نهائيا. وبنعرف إن روبي عايشة مع باباها آرثر ومامتها أجاثا وأخوها الصغير سام. وبتظهر روبي هي بتتحايل على مامتها علشان توافق ان هي تروح الحفله الراقصه للمدرسه عاملاها، وبتقول لها ان كل اصحابها رايحينها، لكن مامتها بتكون رافضه الفكره وبتقول لها انها بتخاف عليها لا يحصل لها حاجه. وساعتها بتكون الاسره كلها بتستعد علشان يخرجوا، وبتبدا اجاثا انها تفكرهم بالتعليمات مره تانية، وهي ان ممنوع على حد منهم ينزل المحيط، وان لو حد سالهم عن سر شكلهم المختلف وانهم مش شبه باقي البشر يقولوا انهم من كندا، وان الناس هناك بيكون شكلها كده. ولما بتخرج روبي بتقابل قبطان اسمه جوردن، واللي بيكون واخد مجموعه من الاطفال في رحله استكشافيه، وبيحكي لهم انه هزم كائن الكراكن ده قبل كده. وبيبان بعدها على جوردن انه شاكك في روبي دايما، وبيقول لها انه هيفضل مراقبها طول الوقت. وبتروح روبي بعدها تقابل اصحابها الثلاثه اللي بيفضلوا يقنعوها انها تروح معاهم الحفله حتى لو مامتها مش موافقه، وبيقولوا لها انهم هيساعدوها ان مامتها ما تعرفش. وبيظهر في الاول ان روبي خايفه جدا من الفكره، لكنها في الاخر بتوافق، خصوصا لما بتفتكر زميلها كونور اللي بيبقى نفسها انه يحضر معاها الحفله. وبتقول روبي انها تقترح عليه انه يجي معاها الحفله، لكنها في النهايه بتبعت له معادله لانها بتحب الرياضيات، وبتبقى المعادله دي صعبه، ولو كونور عارف يحلها هيعرف انها عاوزاه يروح معاها الحفله. وقتها صاحبتها بتقول لها ان اللي هي بتعمله ده مش هيجيب نتيجه، وبتديلها مسدس زينه وبتقول لها تروح لكونور وتدوس على الزرار، وساعتها المسدس هيخرج ورق زينه مجلتر، وان ده هيكون العرض بتاعها ان يجي معاها الحفله. وفعلا بتروح روبي لكونور اللي بيكون قاعد عند حافه المحيط ومعاه لوح التزلج بتاعه، وبتكون روبي مكسوفه جدا ومش عارفه تقول له ازاي، لكن كونور بيقرب منها وبياخد باله من المسدس اللي روبي مخبياه، فبياخده منها وبيدوس عليه، وساعتها الزينه كلها بتضرب في وشه وبتبدا الالوان تملى المكان، وده اللي بيخلي كونور مش شايف حاجه، وبيدوس بالغلط على لوح التزلج بتاعه اللي بياخده وبيوقعه في الميه. وبتكون روبي خايفه عليه جدا وما بتبقاش عارفه تتصرف ازاي، وبتفضل روبي تنادي عليه لحد ما بتقرر انها تنط في الميه. وفعلا بتنط روبي وبتنزل وراه، لكنها فجاه بتتحول وبيتغير شكل ايديها وبيخرج منها اشعاع كبير، وبتخرج طاقه كبيره من حواليها بتخليها تخرج هي وكونر من الميه. وبعد شويه بتفوق روبي وبتكون مش فاهمه ايه اللي حصل لها، وساعتها بتسمع كل الطلبه وهم متجمعين حوالين بنت وبيقولوا ان البنت الجديده دي هي اللي انقذت كونر، وروبي اللي بتقف تتفرج معاهم وهي عارفه من جواها ان هي اللي انقذت كونر. وبتفضل البنت الجديده دي تقول لكل اللي حواليها انها متعوده تنقذ الناس وتساعدهم. وبتقرب البنت دي من روبي وبتكون مستغربه من شكلها، وبتروح تعرفها بنفسها وبتقول لها ان اسمها تشيلسي، وبتحاول تتعرف عليها، لكن لما روبي بتلاحظ ان ايديها بتنور بتخاف وبتمشي بسرعه، وبتفضل تجري لحد ما بتستخبى في المكتبه بتاعه المدرسه، وبتقول انها لازم تتصل بمامتها علشان تحكي لها عن اللي حصل، لكنها بعدها بتتراجع لما بتفتكر ان مامتها هتلومها زي ما بتعمل كل مره. وبتفضل روبي تفكر هتعمل ايه، لكن فجاه بيبدا جسم روبي يتحول لكائن الكراكن العملاق، وده بيخليها تكسر المكتبه وتخرج براها. وقتها بيكون الكابتن جوردن في رحله من الرحلات بتاعته، ولما بيشوف روبي بيخاف وبيقول ان الكراكن رجع علشان ينتقم منه بعد كل اللي هو عمله فيه. وساعتها بنشوف اجاثا مامة روبي وهي في الشغل بتاعها، واللي بتتفاجئ لما بتشوف بنتها روبي بعد ما اتحولت، فبتقرر اجاثا انها تسيب شغلها بسرعه علشان تعرف ايه اللي حصل. وبتركب اجاثا عربيتها وبتمشي بيها لحد ما بتخبط في حاجه على الطريق، ولما بتنزل اجاثا من العربيه بتلاقي اخوها بريل، وبتقول انها كانت واثقه ان هو اللي هي دست عليه، خصوصا بعد اللي روبي عملته. وبتساله اجاثا عن سبب وجوده هنا، فبيقول لها بريل ان مامتها عرفت ان روبي اتحولت وانها طالبه انها تتكلم معاها، لكن اجاثا بترفض وبتطلب منه يبعدوا عن بنتها، وبتروح بسرعه علشان تلحق روبي. وساعتها بيركب معاها بريل وبيروحوا هما الاثنين على مكان روبي، وبتفضل اجاثا تنادي عليها وتقول لها تهدى علشان تتكلم معاها. وفعلا بتفضل اجاثا تتكلم معاها لحد ما بتهدى وبترجع تاني لحجمها الطبيعي، وبتاخدها وبيروحوا كلهم على البيت. وهناك بيستغرب بريل ان اجاثا عندها طفل تاني اسمه سام، واول ما بتدخل اجاثا البيت بتحكي لزوجها ارثر على اللي حصل، وبيكون ابنها سام متحمس جدا وبيقول لها انه عاوز يروح المحيط هو كمان علشان يتحول زي اخته، لكن باباه بيقول له ان القدره دي موجوده عند اناث الكراكن بس، انما الرجاله بيفضلوا في الحجم الطبيعي. ولما بتطلع روبي على اوضتها وهي متضايقه بتسمع خالها بريل وهو بيتكلم مع مامتها اجاثا، وبيقول لها انها لازم تعرف بنتها كل حاجه، لكن اجاثا بتقول له ما يتدخلش في عيلتها، وبتطلب منه يمشي ويرجع لمامته تاني وينسوهم. وبعد ما بيمشي بريل بتخرج وراه روبي وبتروح تساله عن الحاجه اللي مامتها مخبياها عليها، لكن بريل بيقول لها انه مش هيقدر يقول لها علشان مامتها ما تتضايقش، وخصوصا ان جدتها هي اللي طلبت انها تتكلم معاها. وساعتها بتتصل
فبتتصدم روبي لما بتعرف ان عندها جده، وبتقرر انها تروح معاها علشان تعرف منها كل حاجه، وبتجري وبتنط في الميه، وساعتها بتتحول لكائن الكراكن مره تانية، وبتفضل تعوم في الميه لكنها ما بتكونش عارفه تروح فين لحد ما بيجي بريل وبيقول لها انه معجب باسرارها، وعشان كده هو هياخدها معاها على مملكه الكراكن، وبيعرفها بريل ان جدتها تبقى هي ملكه الكراكن، وانها هي اللي بتحمي المحيط وبتحافظ على التوازن اللي فيه. ولما الجده بتشوف روبي بتكون مش مصدقه نفسها انها شافت حفيدتها بعد 15 سنه، وبتاخد الجده حفيدتها روبي وبتقف قدام كل الكائنات وبتقول ان الاميره روبي رجعت تاني للمملكه، وساعتها بتفرح كل الكائنات وبتفضل تحيي روبي وتهتف باسمها. لكن روبي بتكون خايفه وبتقول لجدتها انها مش عاوزه تبقى اميره ولا حاجه، وانها لازم تمشي من هنا. لكن وقتها بتقول لها جدتها ان ده مصيرها، وانها هي واحده من الثلاث مخلوقات بس اللي متبقيين من الكراكن العملاق، وبتاخدها جدتها علشان تفرجها الكائنات اللي طمعت في المنصب ده وحاولوا انهم ياخدوه من الكراكن قبل كده، واللي بيكون منهم الحيتان وكائنات تانية كتير، ولكنهم كلهم اتهزموا. وبتحكي لها جدتها ان الاخطر من بين كل الكائنات دول هم حوريات البحر، فبتستغرب روبي لان حوريات البحر كائنات لطيفه وان البشر بيحبوهم. لكن بتقول لها الجده ان ملكه حوريات البحر اللي اسمها نيرسيا كانت عاوزه تتحكم في المحيط وتخلي كل الكائنات اللي فيه يردموها، ولكن وقتها ما كانتش قوتها تقارن بقوه الكراكن، لحد ما قدرت انها تلاقي روح اوشانيوس الثلاثي، واللي بتكون عباره عن رمح اسطوري بيقدر انه يديها قوه جباره علشان تقف بيه قدام الكراكن. وبتحكي لها الجده ان وقتها بدات معركه كبيره بين مملكه الكراكن ومملكه الحوريات، لحد ما قدرت اجاثا انها تهزم نيرسيا وتاخد منها الرمح ده علشان تخبيه في مكان ما حدش يقدر يوصل له بسهوله. وبتستغرب روبي ان مامتها هي اللي هزمت مملكه الحوريات، فبتعرفها جدتها ان اجاثا كانت اقوى محاربه في العيله كلها، لكنها بعد الحرب دي قررت انها تطلع على السطح وتعيش وسط البشر وتبعد عن الخطر اللي موجود في المحيط. وقتها تتحمس روبي وبرضه بتكون متلخبطه ومش عارفه تاخد قرار، وبتطلب من جدتها انها تمشي لانها حاسه انها متوتره، فبتسمح لها جدتها انها تمشي. وساعتها بيروح بريل لمامته وبيكون مستغرب انها سابتها تمشي بالسهوله دي، فبتقول له مامته انها متاكده ان روبي هترجع تاني. وبنروح تاني وبنشوف روبي غايبه تعوم في المحيط لحد ما فجاه بتقع في فخ للكابتن جوردن، واللي بيكون مستني على السفينه بتاعته علشان يمسك كائن الكراكن العملاق. وبتفضل روبي تحاول بكل الطرق انها تفك نفسها من الحبال لكنها مش بتعرف، ولما بيشوفها جوردن بيفضل يهاجمها بالاسلحه بتاعته وبيكون قرب انه يخلص عليها. لكن فجاه بتظهر تشيلسي وبتنقذ روبي وبتعترف لها بعدها انها حوريه بحر، وانها اتعرفت عليها انها كائن بحري زيها من اول ما شافتها في المدرسه. وبتقول لها انها زي ما خدت منها الاضواء في المدرسه والناس افتكرت ان هي اللي انقذت كولر، هي دلوقتي ردت لها الجميل وانقذتها هي. وساعتها بتسيبها روبي وبتمشي علشان ترجع البيت قبل ما اجاثا تحس بغيابها، وفعلا بترجع روبي على البيت وبتنام. وفي تاني يوم بتقوم روبي من النوم وبتقول لنفسها انها هتعيش حياتها طبيعيه وكأن اليوم اللي فات ده ما حصلش، لكنها لما بتنزل بتقول لها مامتها ان ريحتها زي ريحه ملح البحر، فبتتوتر روبي وما بتكونش عارفه ترد وبتسيبها وبتمشي. ولما بتوصل روبي للمدرسه بيكون كل الطلاب بيتكلموا على الفيديو اللي اتنشر من الكابتن جوردن، واللي بيكون فيه كائن كراكن، واللي بيظهر انه كل الناس خايفه ان الكائن ده يهاجمهم. فبتحس روبي انها متضايقه وبتجري تحبس نفسها في الحمام، وهناك بنشوف تشيلسي اللي بتتكلم معاها وبتقول لها ان هي الوحيده اللي هتحس بيها. وبتكون روبي مشتته جدا ومش عارفه انها تعيش حياتها وهي كراكن ولا تعيش حياتها على انها انسانه مراهقه. فبتقول لها تشيلسي ان اللي هي بتعمله ده هيخليها مرهقه من غير فايده، وبتنصحها انها تاخد اجازه تهدى فيها علشان تعرف تفكر. وبتقترح تشيلسي عليها انهم ياخدوا الاجازه دي مع بعض في الميه، فبتوافق روبي. فعلا بينزلوا الميه هما الاثنين وبيفضلوا يلعبوا ويعوموا وبيكونوا مبسوطين جدا لحد ما بيقعدوا يتكلموا مع بعض. وبتقول تشيلسي روبي انها تبقى بنت نيرسيا ملكه الحريات، وبتكمل وتقول لها انها عارفه ان كان في حرب زمان بين الحريات والكراكن، لكنها دلوقتي عاوزه تعيش في سلام من غير ما تكون مضطره تستخبى، وهي خايفه ان اي كراكن هيشوفها هيكون عايز يخلص عليها. فبتقتنع روبي بفكره ان السلام يسود العالم وانهم يعيشوا كلهم في مكان مفيش حروب فيه، لكنها بعدها ما بتكونش عارفه تعمل كده ازاي. فبتقول لها تشيلسي ان الحل الوحيد انهم يجيبوا الرمح الثلاثي ويدمروه، وان كده مش هيكون في حرب تاني وهيعيشوا ساعتها الحريات والكراكن في سلام. وفعلا بيبداوا هما الاثنين في تنفيذ خطتهم وبيروحوا مكان بئر البحار. وبتقول تشيلسي روبي ان ده هو مصدر قوه المحيط وان مامتها خبت الرمح هنا، وبتقول لها ان مفيش حد يقدر يدخل المكان ده الا لو كان كراكن قوي. وساعتها بتحاول روبي انها تدخل تعوم في المكان لكنها بتفشل، فبتقرر انها تروح لجدتها وتطلب منها تعلمها كل القوه اللي عندها. وبتكون جدتها فرحانه جدا انها اخيرا هتاخد حقها وتكون هي الاميره، وبتبدا الجده تعلمها ازاي تعوم بشكل مختلف وازاي تخرج ليزر من عينيها، وبيبقى عندها قوه تحمل اكبر. وبتفضل روبي تحاول في كل مره وتتعلم من جدتها ازاي تتحكم في قوتها لحد ما اخيرا بتقدر انها توصل لنهايه البير. وهناك بتلاقي روبي بوابه وما بتقدرش انها تعدي منها، فبتقول لتشيلسي روبي ان الحل الوحيد انها تواجه مامتها بالحقيقه وتطلب منها المساعده. وفعلا بيروحوا هما الاثنين على الحفله اللي اجاثا عاملاها، وبتعرف روبي مامتها على صاحبتها المقربه تشيلسي. ولكن لما اجاثا تيجي تشوف تشيلسي مش بتلاقيها، وبتكون اجاثا مش فاهمه حاجه من بنتها لحد ما بتحكي لها روبي عن كل حاجه. فبتتصدم اجاثا لما بتعرف ان مامتها بتدرب روبي اللي هي
كمان مصاحبه حوريه بحر، وخصوصا انها كمان تبقى بنت نيرسيا. وبيظهر على اجاثا انها متعصبه جدا وبتقول لبنتها روبي انها تبعد عن الحريات لانهم خطر وعاوزين يخلصوا عليهم. لكن روبي بتتعصب هي كمان وبتقول لها انها دايما بتتحكم في حياتها، لكنها المره دي هتعمل اللي هي عاوزاه عشان يكون في سلام بين كل مخلوقات المحيط. وبتتحول روبي لكراكن عملاق وبتنزل على الميه. وبيروح بعدها ارثر يطمن على اجاثا اللي بتقول له انها لازم تروح تزور مامتها ضروري. وفعلا بتروح اجاثا وبتتخانق مع مامتها وبتقول لها انها بسبب اللي عملته ده بنتها روبي دلوقتي مصاحبه بنت نيرسيا. فبتتخض جدا وبتقلق وبتقول لاجاثا ان نيرسيا ما كانش عندها اولاد اصلا. وفي الوقت ده بتكون روبي وصلت للبوابه اللي في نهايه البير وقدرت انها تدخل جواها، وبتحرر الرمح وبتديه لتشيلسي علشان تدمره. لكن فجاه بتتحول لتشيلسي وبتقول لها انها تبقى نيرسيا ملكه الحريات، وانها فضلت منتظره 15 سنه علشان تنتقم من مامتها على اللي عملته فيها. وبتتحول نيرسيا لشكل مرعب وضخم، وبتكون روبي مصدومه من اللي هي شايفاه، وبتقول لها انها اعتبرتها صديقتها المقربه وما كانتش متخيله انها ممكن تضحك عليها. لكن وقتها ما بتهتمش نيرسيا بكلامها وبتضرب روبي وبتبعدها عنها وبتوقع عليها صخوره عملاقه. وفي الوقت ده بتكون حفله الرقص بدات، وبيكون كل اصحاب روبي بيدوروا عليها هم وكونر اللي بيكون زعلان ان روبي ما جاتش الحفله. لكن فجاه بتظهر نيرسيا بشكلها المرعب والضخم وبتكون بتدور على اجاثا في البيت بتاعها علشان تنتقم منها. لكن فجاه بتظهر اجاثا هي كمان من ظهرها وبتقول لها انها هتهزمها تاني زي ما هزمتها قبل كده من 15 سنه. وبتظهر الجده هي كمان علشان تساعد اجاثا بنتها، وبيهجموا على نيرسيا اللي بتقدر انها تستخدم الربح وبتهزمهم هما الاثنين بكل سهوله. ومن ناحيه تانية بيروح بريلا على الصخور وبيدور على روبي وبيقول لها انه عارف انها اتصدمت في صاحبتها، لكنه برضه عارف انها مش هتستسلم ومش هتسيب حقها. فبتتحمس روبي وبتقوم من مكانها وبتروح علشان تساعد مامتها وجدتها. ولكنها لما بتوصل بتكون نيرسي قدرت انها تهزمهم بسهوله. فبتحاول روبي انها تضرب نيرسي علشان توقع منها الرمح اللي في ايديها لانه مصدر قوتها. وساعتها بتفتكر روبي كلام جدتها عن طاقه الليزر اللي بيقدروا انهم يطلعوها من عينيهم وان مصدره بيكون الغضب. فبتجمع روبي قوتها وبتضرب الرمح وبتقدر توقعه من ايد نيرسيا اللي بتقدر انها تجيبه مره تانية. وبتهاجم روبي اللي بتروح لمامتها وجدتها وبتقول لهم انهم لازم يتعاونوا مع بعض ويطلعوا كلهم طاقه الليزر في نفس اللحظه ويودوه ناحيه الرمح علشان يقدروا يدمروا. وفعلا بيتحدوا هم الثلاثه وبيمسكوا ايد بعض وبيخرجوا طاقه ليزر كبيره وبيدمروا الرمح وبيقدروا انهم يهزموا نيرسيا ويخلوها ترجع لشكل حريه البحر عادي. وبيكون الكابتن جوردن موجود وبيمسك نيرسيا وبيحطها في القفص بتاعه. وبعدها بتكون الجده فرحانه لما بتشوف سام لانها ما كانتش تعرف ان عندها حفيد تاني. وفي الوقت ده بتروح اجاثا لبنتها وبتقول لها انها موافقه على انها تحضر الحفله الراقصه. وساعتها بترجع روبي لشكلها الطبيعي. ولما بتروح الحفله بتعرف ان كونر كان قلقان وبيدور عليها وبيوريها معادله نتيجتها انه عزمها تحضر معاه الحفله هو كمان، وده لانه مش بيعرف يعبر غير بالطريقه دي. وبتعرف روبي وقتها انه هما الاثنين بيحبوا الرياضيات والمعادلات زي بعض. وبيروحوا اصحاب روبي ليها وبيقولوا لها انها سواء كانت كراكن او بشر او اي كائن تاني فهم بيحبوها زي ما هي، وبيفضلوا كلهم يرقصوا وبيكونوا مبسوطين. وبعد فتره بنشوف برال اللي بيروح لروبي بيقول لها ان في حوت جديد بيهدد مملكه الكراكن. فبتجري روبي على المحيط علشان تتحول وتنقذ المحيط زي ما هو مقدر ليها.